اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ اخيرا ابل اطلقت iOS 18.4 الاصدار التجريبي الاول، واكتر من 20 ميزه حصريه على الاصدار ده. يلا بينا نشوف ايه المميزات الجديده وايه المشاكل اللي موجوده في التحديث ده. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا. ابل اطلقت التحديث ده بمساحه كبيره جدا، مساحه مش صغيره، 7 جيجا ونص على ايفون 15 برو ماكس. والمساحه دي بتختلف من جهاز للتاني على حسب اصدار جهازك ايه. من ضمن الاضافات اللي اضافت جديده في التحديث ده وهو الذكاء الاصطناعي، بقى متوفر في الدول الاوروبيه. يعني انت لو عايش في اوروبا والابل انتليجنت او الناس اللي كان الذكاء الاصطناعي مش متوفر عندهم، دلوقتي في الاصدار ده ابل ضافت الذكاء الاصطناعي الابل انتليجنت للجميع، حتى في الدول الاوروبيه زي فرنسا، المانيا، ايطاليا، البرتغال، الصين، اسبانيا، اليابان، يعني ويعني الدول اللي هي الاجنبيه زي الهند وسنغافوره. تمام. دي اللغات اللي ضافت في التحديث ده، وكمان بقى متوفر للدول الاوروبيه كلها عادي جدا. المميزات اللي ضافت برضو في التحديث ده ان احنا لو دخلنا على كنترول سنتر ودوسنا ضغطه مطوله ودوسنا اد كنترول ونزلنا تحت كده، هتلاقي عندك الاضافات دي زي ما انت شايف، اللي هو صوت للنوم وصوت، يعني شويه اصوات طبيعيه كده تقدر تضيفهم عندك وتشغلهم عادي جدا. زي مثلا انا ضفت الصوت ده، لو دوست هتلاقيه شغال لي موسيقى هاديه جدا. لو دخلنا على التطبيق ده هتلاقي تطبيق بعيدا خالص عن الابل ميوزك او اي تطبيق. هو تطبيق جديد، يعني تطبيق منفصل، بس مش موجود الايقونه بتاعته في زي الواجهه الاماميه للتليفون زي ما انت شايف، مش هتلاقيه موجود. هو بس موجود تقدر تشغله عن طريق الكنترول سنتر على طول. من الاضافات الجميله في التحديث ده ان انت عندك شبكه الواي فاي، لو هي فعلا الشبكه فول زي ما انت شايف، هتلاقي ان الشبكه عندك هنا كمان في الدايره دي وانت بتشغل الواي فاي هتلاقيها فول. لو هي مثلا لو ناقصه يعني 3 شرط او شرطتين، هتلاقيها ظاهره هنا عندك شرطتين برضو، مش زي الاول لما كانت بتبقى ظاهره كامله على طول. حتى لو الشبكه عندك هنا مش واصله للاخر او اعلى كفاءه كاشاره. يعني نفس الكلام في الداتا، هتلاقيها نفس الكلام، لو شرطتين شرطه 3 هتلاقيها ظاهره هنا شرطتين شرطه 3. تمام. كمان الانيميشن بتاع الخروج من الكنترول سنتر بقى سلس اكتر. يعني مثلا لو خرجنا من الكنترول سنتر كده هتلاقيه سلس. كان في الاول بتلاقي بعض المشاكل او التهنيجات، تلاقيه مثلا نزل لتحت بالغلط، فانت لو خرجت منه هتلاقيه كويس. يعني الانيميشن بقى مريح اكتر وبقى سلس اكتر من الاول. كمان لو انت عملت سيرش عن، مثلا لو دخلنا على الكنترول سنتر وضفنا اداه، مثلا نزلنا تحت واخترنا اي اداه زي مثلا الانستجرام، فدوست تاني على اد، هتلاقيه ظهر لي في نفس المكان اللي انا يعني ضفت منه الخيار ده. فيعني مش هيرجعني من الاول خالص زي كده، لا، هتلاقيه وقف لك عند نفس الخيار اللي انت لسه ضايف فيه الاداه اللي انت محتاج تضيفها او الاختصار اللي انت محتاج تضيفه. كمان لو عملت سيرش مثلا على اي حاجه مثلا زي الواي فاي ودوست اد وعملت اد تاني، هتلاقيه لسه مفتكر ان انا عامل سيرش عن الواي فاي ولسه واقف عند النقطه اللي انا كنت سايبه عندها. تمام. دي من المميزات برضو اللي حبيت اوريها لكم. كمان من المميزات اللي ضافت في التحديث ده وهو في الاشعارات، لو دخلنا على السيتنج او الاعدادات ودخلنا على النوتيفيكيشن او الاشعارات، هتلاقي حاجه قدامك جديده لو دخلنا عليها كده. ده يعني اولويه الاشعارات. يعني لو عندك يعني تطبيق هو شغال عن طريق الذكاء الاصطناعي، لو هو شايف استخدامك ان انت بتخش على اشعارات معينه عن تطبيق معين مثلا زي اليوتيوب او الواتساب او شخص معين في الواتساب، هتلاقيه بيديك الاولويه للشخص ده يظهر في قائمه الاشعارات في الاول فوق، يعني مش تلاقيه تحت او الاشعارات توصل بالشكل الطبيعي. لا، هو بيديك الاولويه على حسب استخدامك انت، وبناء عن كده بيشوفك انت بتخش على الاشعارات المهمه او الشخص اللي بيوصل لك منه الاشعارات او التطبيق المعين اللي بيجي لك منه الاشعارات، بتخش بتبقى متابعها اول باول. فهو بيفهم ان التطبيق ده او الشخص ده يعني مهم، فبيظهر لك ان هو يبقى الاولويه يظهر فوق في قائمه الاشعارات زي ما انت شايف قدامك بالشكل ده عن اي تطبيق تاني. تمام. بنشغل الميزه دي، بس الميزه دي تقريبا لغايه دلوقتي لسه مش شغاله، احنا لسه في الاصدار التجريبي الاول، فهتلاقي بعض المشاكل عادي جدا. فنخش في الميزه اللي بعدها على طول. يلا بينا. عندك برضو الميزه الجميله اللي ضافت في التحديث ده، لو دخلنا على الكاميرا هتلاقي مؤشر الكاميرا او الميكروفون بقى في النص. يعني كان في الاول بيظهر في الطرف هنا، دلوقتي بقى في النص.
في قلب الدايناميك ايلاند. فدي ميزه جميله جدا، يعني قلت اوضحها لكم برده. دي بعض التريكات الخفيفه اللي ظهرت في التحديث. لو دخلنا على اي تطبيق ودخلنا على الايموجي هتلاقي الجينيموجي ظهر بشكل كبير جدا زي ما انت شايف كده، واخد واجهه كبيره عن الاول، بدل ان هو كان في الاول بالشكل اللي هو الشكل ده بس بعيدا عن كلمه الجينيموجي. دلوقتي ضافوه بحجم كبير، يعني تقريبا ابل يعني بتوضح ان في خاصيه جديده ان انت تقدر تكريت منها الايموجي، فيعني ظهرت بشكل كبير، انما مفيش اي تطور جديد بالنسبه للجينيموجي. هو بس وضح لك الخانه تبقى بشكل واضح اكتر عن الاول، لانها كانت صغيره جدا وشكل الجينيموجي ما كانش باين، وساعات اساسا ما كانش بيظهر في التطبيقات، بتلاقيه ظاهر على تطبيق الاي مسج فقط. تمام. برضو في شكل ايموجي جديد هيظهر في التحديث ده، كميه مجموعه ايموجيات دي مقرر ان هي تظهر في iOS 18.4. يعني مستنيين، ده الاصدار التجريبي الاول ما ظهرتش لسه، مستنيين في بقيه الاصدارات التجريبيه تظهر. برضو لو دخلنا على سفاري وشغلنا اي فيديو هنلاقي فيه انيموشن جديد رايق جدا. لو دخلنا على سفاري تقديم الفيديو او تاخير الفيديو لو دوسنا على ايه هتلاقيه بيلف كده زي ما انت شايف قدامك، يعني بشكل حلو جدا او شكل يعني سلس اكتر من الاول، عكس الاول لما كنت بتدوس عليه ما بيبقاش فيه اي انيميشن او حركه تفاعليه مع الضغطه بتاعتك. برضو مفاجأة لأصحاب الآيفون 15 برو وال 15 برو ماكس، مفاجأة كبيرة جدا. الذكاء البصري والأبل فيجوال انتليجنت، اللي هو فيجوال انتليجنت اللي هو الزرار بتاع الكاميرا كنترول اللي انت بتصور أي حاجة قدامك بيجيب لك التفاصيل عنها، هتضاف للآيفون 15 برو والبرو ماكس فقط، وهتبقى يعني ضمن السلسله دي، مش هتبقى حصريه بس على الايفون 16 او سلسله ال 16 او ال 16 اي حتى اللي لسه نازل من قيمه كام يوم. تمام. الميزه دي هتبقى متفعله عن طريق نفس فكره الايفون 16 اي، عن طريق الاكشن بوتون اللي هو هنا. نفس الكلام هتبقى في الايفون 15 برو والبرو ماكس عن طريق الاكشن بوتون، هتضاف من ضمن الاختصارات اللي انت تقدر تضيفها للاكشن بوتون. تمام. برضه تطبيق الخرائط الجاي عليه ميزه جميله جدا بس في الدول الاوروبيه او الاتحاد الاوروبي فقط، ان انت تقدر تغير التطبيق ده، ما تخلوش التطبيق الافتراضي للخرائط للايفون، تقدر تخلي مثلا جوجل مابس اي تطبيق خرائط تاني غير الخرائط بتاع ابل نفسها، تبقى التطبيق الافتراضي للايفون. تمام. وكمان تقدر تغير لغه تطبيق الخرائط. لو دخلنا كده على السيتنج وكتبنا مابس، تقدر تغير اللغه بتاعت التطبيق ده، اي لغه انت بتحبها مثلا العربيه او الاجنبيه، ويشتغل معاك بكل سلاسه عادي جدا بدون ان انت تغير لغه الجهاز نفسه. تمام. برضو في ميزه جديده، لو دخلنا على الاعدادات ودخلنا على تسهيلات الاستخدام اكسسبيليتي ودخلنا على سيري، نزلنا تحت كده ودخلنا على سيري، هتلاقي حاجه اسمها جديده تايب تو سيري. المفروض اما تشغل تايب تو سيري دي، اما تيجي تشغل سيري تلاقي الكيبورد ظاهر على طول، بس الميزه فيها بعض الاخطاء عشان احنا لسه في الاصدار التجريبي الاول من الاي او اس 18.4. تطبيق الايمج بلاي جراوند دلوقتي اتحسن وضاف فيه ميزه جديده. فلو دخلنا كده عملنا اي رسمه واخترنا علامه البلس دي، هتلاقي قدامك زي ما انت كان في الاول خيارين اللي هو الثلاثي الابعاد والرسومات اللي انت يعني رسومات عاديه جدا. تقدر تختار الرسمه تبقى سكتش دي يعني زي اكنك راسمها بورقه او قلم بالظبط، زي ما انت شايف قدامك اكنها مرسومه بورقه او قلم، يعني حاجه لطيفه جدا. تمام. تطبيق ترجمه برضو اتحول ان انت تقدر تغيره. مثلا لو دخلنا على الاعدادات ودخلنا على تطبيق الترجمه هتلاقي في حاجه اسمها ديفولت ترانسليشن اب، يعني التطبيق ده تقدر تختار اي تطبيق تاني زي تطبيق ترجمه جوجل او اي تطبيق تاني يكون الافتراضي على الجهاز الايفون بتاعك، مش بس التطبيق بتاع ابل. تمام. مقرر ان في تطبيق جديد اسمه ابل فيجن برو، اللي هو تطبيق يكون خاص زي الابل واتش. يعني لو دخلنا كده على واتش زي التطبيق ده، يكون للابل فيجن برو اللي هو نظاره ابل، يكون التواصل ما بين الايفون ونظاره ابل نفس فكره تطبيق الواتش بتاع ساعه ابل، هيكون في تطبيق برضو مخصص لنظاره ابل. برضو تطبيق نيوز او الاخبار حصل عليه تغيير، برضو بقى فيه ريلز، نوع من انواع الريلز زي الانستجرام والتيك توك، وكمان في نيوز فود يعني اخبار عن الطبخ والوصفات، وكمان في وصفات كتيره جدا جوه التطبيق ده. يعني بتستغنى ان انت تحمل تطبيقات من الاب ستور ان هي تشوف وصفات للاكل وكده، لا ابل نيوز ضافت الكلام ده كله، بس محتاج ان انت تخش في ابل نيوز بلس ان انت تشترك في التطبيق طبعا. تمام.
برضو تطبيق البريد اللي هو الميل اصبح متاح للايباد في iOS 18.4، ومميزات الذكاء الاصطناعي والكلام ده كله بقى متاح في الايباد اخيرا. برضو في الخلفيات رجعوا خلفيات تاني، خلفيه الايفون 15 برو والبرو ماكس. لو دخلنا على الاعدادات والخلفيات برضو في اضافه جديده في الخلفيات، رجعوا خلفيات الايفون 15 برو والبرو ماكس. هتلاقي الخلفيات القديمه رجعت تاني اخيرا زي خلفيه الايفون 15 برو والبرو ماكس زي ما انت شايف. برضو تطبيق بودكاست حصل عليه تعديل. لو دخلنا كده على البودكاست ودخلنا على الويدجت هنقدر نضيف وجهات زي ما انت شايف كده مختلف الاشكال والاحجام، كمان تقدر تضيف ويدجت اخيرا لتطبيق البودكاست. تمام. دي مميزات التحديث ده. وتعالى بقى نخش في بعض النقاط المهمه اللي لازم تاخد بالك منها. طبعا iOS 18.4 اتسحب من ايفون 12 ميني وايفون 12 برو. مش عارف ليه، في مشاكل، مش عارف قبل ليه سحبت التحديث ده من الايفونين دول او من الجهازين دول. كمان التحديث الرسمي هيكون نزل في نص شهر 4 على كلام ابل، ان هو نزل في شهر 4 كده، بس هو المتوقع ان هو ينزل في نص شهر 4. تمام. بالنسبه للبيتا 2 او النسخه التجريبيه الثانيه من التحديث ده هتكون في الاسبوع الجاي، يعني نتوقع هو نزل يوم الجمعه مثلا، فهو هينزل يوم مثلا ممكن الثلاث الاربع لغايه الجمعه. طيب نشوف صحه البطاريه كده ونخش على الباتري هيلز. تعالى كده هتلاقي البطاريه 87% ما نزلتش من ساعه اخر تحديث. البطاريه لسه مستقره. بالنسبه لاداء الجهاز، اداء الجهاز كويس جدا، مفيش اي مشكله. بس في بعض الاخطاء، وبعض طبعا ما انصحكش ان انت تحدث التحديث ده لان هو لسه نسخه تجريبيه اولى، خصوصا لو التليفون ده استخدام يومي، يعني استخدام شغل، استخدامك يعني الطبيعي. خليك زي ما انت على التحديث الرسمي اللي فات. تمام، عشان في بعض المشاكل زي تهنيج الفلاش، التاتش، اللاج، الكلام ده كله ما يحصلش معاك. خليك في السليم وزي ما انت. تمام. برضو التحديث ده في بعض المشاكل زي السخونيه، زي اللاج، زي التعليق، حتى النوتيفيكيشن لما بتيجي تجيلي رساله بلاقي الفلاش بيهنج، يعني الفلاش بينور مده اطول من الطبيعي. يعني مشاكل بسيطه بس يعني بلاش انت تحدث التحديثات دي، لان المشاكل بتفرق من شخص للتاني. ممكن تكون في مشاكل جديده تظهر لك انت ما تظهرليش انا. تمام. خليك على التحديث الرسمي. وبس كده، ده الفيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تكتب كومنتك الجميل وتدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.